أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، استكمالا للوحدة الثانية في الجغرافيا، درس توزيع سكان العالم. في البداية بتكلم في توزيع سكان العالم، إن في تعداد عام 2014 وصل عدد سكان العالم 7 مليار و200 مليون نسمة. كان من أكبر القارات فيها سكان هي قارة آسيا، وأقل القارات هي قارة أستراليا، والقارة التي لا يوجد بها سكان أو الخالية من السكان هي القارة القطبية الجنوبية. طيب، التعداد السكاني ده تعداد بيتم في بعض الدول. قد يكون هذا التعداد لمدة 5 سنوات أو لمدة 10 سنوات، يعني كل 5 سنوات يتم تعداد أو كل 10 سنوات. السكان بشكل عام في أي حتة في العالم بيتركزوا في بعض الأماكن، زي السهول الفيضية. ليه؟ بسبب وفرة المياه وخصوبة التربة. 2. في السهول الساحلية. طب ليه؟ بسبب المناخ المعتدل والنشاط السياحي. يتركز السكان في المدن الكبرى. ليه برضو؟ بسبب وفرة فرص العمل أو وفرة الخدمات والمناطق الصناعية. طب يقل السكان بشكل عام فين؟ يقل السكان بشكل عام في الصحاري الحارة، المناطق الباردة، أو في الجبال، أو في اللي هي الصحاري اللي هي بتنعدم فيها موارد المياه، أو بعض الغابات أو الأماكن اللي فيها الغابات الاستوائية، أو اللي هي ذات درجة الحرارة المرتفعة. تعالوا نطبق القاعدة بتاعتنا اللي هي أماكن بيتركز فيها السكان وأماكن بيقل فيها السكان على كل قارات العالم. هنمسك أول قارة لأكبر القارات هي قارة آسيا. بنسأل أين يتركز السكان؟ يتركز السكان في السهول الفيضية، زي سهول نهر اليانجستي اللي هي موجودة في دولة الصين، وسهول نهر الجانج ودي موجودة في دولة الهند. يعني أوصل من كده إن أكبر دولتين في قارة آسيا فيهم سكان الصين ثم الهند. أكبر دولتين فيهم سكان هي دولة الصين ثم الهند. طب أين يتركز السكان برضو؟ في السهول الساحلية، زي جزر اليابان، زي مثلا جزر أندونيسيا، جزر الفلبين. تعتبر جزيرة جاوا يعتبر من أكبر الجزر اللي هي موجودة فيها عدد سكان في قارة آسيا. يبقى جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر أندونيسيا، جزيرة جاوا من أكبر الجزر اللي فيها عدد سكان في قارة آسيا. وخلي بالنا جدا جدا من كلمة جزيرة جاوا ديت، لأنها تعتبر سؤال امتحان. أين يقل السكان؟ عرفت يتركز فين؟ يبقى يتركزوا، نجمعهم كلهم تاني. بنقول بتركز سكان في الصين والهند كدولتين كبار، تركزوا في السهول الفيضية زي نهر اليانجستي في الصين ونهر الجانج في الهند. ثم نتكلم عن أين يقل السكان. يقل السكان طبعا في المناطق الصحراوية زي شبه الجزيرة العربية، يقل في المناطق الجبلية والهضبية اللي موجودة في الوسط زي جبال الهيمالايا طبعا لوعورة السطح. بيقل السكان في المناطق الشمالية زي سهول سيبيريا، وذلك نتيجة البرودة الشديدة اللي موجودة في شمال قارة آسيا. طب لما يجي يسألني سؤال يقول لي ما النتائج المترتبة على زيادة عدد السكان في معظم دول قارة آسيا؟ وده سؤال امتحان. طبعا نتيجة ان السكان بيزيدوا في اي قارة وخاصة قارة آسيا تؤدي الى مشكلات. ايه المشكلات دي؟ نقص في الغذاء، نقص في نصيب الفرد من الدخل القومي، انخفاض مستوى المعيشة، زيادة الهجرات الغير شرعية وخاصة الى دول اوروبا. ممكن نسأل ايه هي الهجرات الغير شرعية؟ ما المقصود بالهجرة الغير شرعية؟ الهجرة الغير شرعية هي هجرة بتتم من خلال وسائل غير قانونية، بمعنى الهروب من السلطات اللي هي هروب عن طريق الحدود والإقامة غير الشرعية بالبلاد الأخرى. أكتر الأماكن اللي بيهاجر منها العرب إلى الدول المتقدمة زي أسبانيا وإيطاليا. يبقى خدت كده أول قارة فيها توزيع سكان اللي هي قارة آسيا، أين يتركز وأين يقل. لما نيجي نكمل أين يتركز السكان وأين يقل في قارة أفريقيا. يتركز السكان في قارة أفريقيا في السهول الفيضية زي سهول وادي النيل اللي موجودة في دولة مصر والسودان. بيتركزوا في السهول الساحلية اللي هي قلنا بنتكلم فيها ذات المناخ المعتدل. زي ايه السهول الساحلية اللي موجودة في قارة أفريقيا؟ زي سواحل البحر المتوسط وسواحل المغرب العربي وسواحل جنوب أفريقيا. طيب السكان بيتركزوا فين في قارة أفريقيا؟ برضو في المناطق المدارية المرتفعة، مرتفعة السطح، بمعنى ان سطحها يكون مرتفع فبالتالي مناخها معتدل. لما يجي زي دولة ايه؟ اوغندا وكينيا. يسألني سؤال يقول لي
يقول لي هي دولة أوغندا وكينيا بيتركز فيها سكان ليه؟ الإجابة في كلمتين: بسبب اعتدال المناخ، لأنها مناطق مدارية مرتفعة. طيب، عرفت أين يتركز السكان. أين يقل السكان في قارة أفريقيا؟ يقل السكان في قارة أفريقيا طبعا بيقلوا في المناطق الاستوائية بسبب الطبيعة القاسية وانتشار الأمراض والغابات الكثيفة. طب أين يقل السكان فين؟ في المناطق الصحراوية الفقيرة. أنا أخدتهم قبل كده في درس التضاريس، اللي هي صحراء الكبرى وصحراء كالهاري. ويقل السكان في المناطق الجبلية الوعرة زي جبال البحر الأحمر. ده قارة أفريقيا سهلة جدا. أين يتركز وأين يقل؟ تركز في فيضية زي نهر النيل وسهول ساحلية في البحر المتوسط والمغرب وجنوب أفريقيا والمناطق المدارية المرتفعة، وبيقل في المناطق الاستوائية والمناطق الصحاري والجبال الوعرة. ندخل على قارة أوروبا. يا قارة أوروبا أنت السكان بيتركز فين؟ يتركز السكان في غرب أوروبا، دول وسط وغرب أوروبا زي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا وأسبانيا. طب يسألني سؤال يقول لي دول غرب وسط أوروبا بتركز فيها السكان ليه؟ هنقول بسبب توافر المدن والمناطق الصناعية زي لندن وباريس، وتوافر السهل الأوروبي العظيم اللي هو سهول فيضية خصبة صالحة للزراعة. بقول إن دول شرق أوروبا أقل تركز، مش موجود فيها سكان، لا موجود فيها. دول شرق أوروبا أقل تركز. ليه أقل تركز؟ لأنهم أقل تقدم. يبقى أقل تركز لأنهم أقل تقدم. بس كده. لما يجي هنا يسألني سؤال يقول لي دول شرق أوروبا أقل تركز لأنهم أقل تقدم. ده أين يتركز السكان؟ يبقى يتركز السكان في قارة أوروبا في دول وسط وغرب القارة. أين يقل السكان؟ يقل السكان طبعا في المناطق الشمالية زي دولة فنلندا والنرويج، ودول بسبب شدة البرودة في الشمال قارة أوروبا. يقل السكان في المناطق الجبلية الوعرة زي جبال ألب اللي خدناها في درس التضاريس. ادي قصة كلها قارة أوروبا. لما اجي اتكلم عن قارة زي قارة أمريكا الشمالية، القارة دي بتنقسم إلى 3 دول كبرى: دولة كندا في الشمال، دولة الولايات المتحدة في الوسط، ودولة المكسيك في الجنوب. الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نمسكهم واحدة واحدة. في كندا، أين يتركز السكان في دولة كندا؟ في المدن الكبرى زي مدينة مونتريال. أين يتركز السكان في الولايات المتحدة الأمريكية في الوسط؟ في الساحل الشمالي الشرقي. طب ليه؟ بسبب وجود الموارد الاقتصادية الضخمة. أو نفتكر كلمة ونثبتها على كل حاجة في الولايات المتحدة. لما يجي يسألني يقول لي بتركز السكان في الساحل الشمالي الشرقي ليه؟ بسبب وجود الموارد الاقتصادية الضخمة. والمدن الكبرى زي مدينة نيويورك. أين يتركز السكان في الولايات المتحدة؟ في ولايات تسمى ولايات الوسط، طبعا لأن ولايات الوسط زي ما انتم شايفين على الخريطة هي موجود فيها ناحية سهول سيبيريا وسهول فيضية خصبة صالحة للزراعة، ومنطقة البحيرات العظمى فيها موارد اقتصادية ضخمة. تمام. يبقى الولايات المتحدة الأمريكية يتركز فيها السكان في الساحل الشمالي الشرقي، مدينة نيويورك، في ولايات الوسط ومنطقة البحيرات العظمى. أين يتركز السكان في دولة المكسيك؟ يتركز السكان في دولة المكسيك في مدينة مكسيكو العاصمة. يبقى ده تركز للسكان في ال3 دول: كندا في الشمال، الولايات المتحدة في الوسط، والمكسيك في الجنوب. خلي بالكم في معلومة مش مكتوب في الكتاب بس أنا هوضحها لكم، إن شمال كندا دي منطقة بيقل بها السكان زي ما انتم شايفين على الخريطة، لأنها قريبة من المحيط القطبي الشمالي وبالتالي هي منطقة باردة. طيب أين يقل السكان؟ يقل السكان في دول البرزخ. ما المقصود ببرزخ؟ البرزخ هو يابس يفصل ما بين جهتين من المياه زي ما انتم شايفين على الخريطة. البرزخ هو يابس، الحتة الضيقة اللي بتفصل ما بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي. زي ايه دول البرزخ؟ زي هندوراس وكوستاريكا ومجموعة دول أخرى، بس اللي عليكم في المنهج اللي هي هندوراس وكوستاريكا. يبقى قل السكان في هندوراس وكوستاريكا. طب ليه؟ لأنها منطقة ضيقة. أما بالنسبة لقارة أمريكا الجنوبية، أين يتركز السكان وأين يقل؟ يتركز السكان في قارة أمريكا الجنوبية فين؟ في السهول الفيضية زي إيه؟ زي سهول الأورينكو اللي موجودة في شمال القارة في دولة تسمى دولة فنزويلا، والسهول الفيضية اللي موجودة في سهول اللابلاتا والتي تعرف في الأرجنتين بسهول البنباس، وهي سهول فيضية خصبة صالحة للزراعة. طب أين يتركز السكان تاني؟ يتركز السكان في السهول الساحلية في أي مكان في قارة أمريكا الجنوبية. أين يتركز السكان في قارة أمريكا الجنوبية؟ في هضبة البرازيل، وخدناها إن في درس التضاريس إن أوسع الهضاب هي هضبة البرازيل. فهضبة البرازيل تعتبر هضبة من ضمن الهضاب اللي بيتركز عليها السكان. طب أين يقل السكان في قارة أمريكا الجنوبية؟
يقل السكان زي ما انتم شايفين على الخريطه ناحيه دائره الاستواء حوض نهر الامازون. يا استاذ انت بتقول حوض نهر الامازون يعني دي سور فيضيه، ازاي بتقول بيقل فيها السكان؟ لا بيقل فيها. طب ليه؟ بسبب وجود الغابات الاستوائيه وانتشار الامراض، وانها قريبه من خط الاستواء اللي بيرتفع فيها درجه الحراره. بيقل السكان برضو في قاره امريكا الجنوبيه في اضيق الهضاب اللي هي موجوده في قاره باتاجونيا. قارة أمريكا الجنوبية بيقل فيها السكان في هضبة تسمى هضبة باتاجونيا في جنوب القارة. وخدنا قبل كده معلومة بتقول إن هضبة باتاجونيا هي من أضيق الهضاب اللي موجودة في القارة. أين يقل السكان؟ يقل السكان في قمم جبال الانديز. محدش بيعيش على قمم جبال الانديز. يبقى يقل السكان في سهول الأمازون، يقل في قمم جبال الانديز، يقل في هضبة باتاجونيا. الملخص العام ان السكان بيتركزوا في قاره امريكا الجنوبيه في 3 دول كبرى: البرازيل 1 وبنسبه كبيره، 2 الارجنتين بنسبه اقل، 3 في دوله ثالثه اسمها دوله جويانا ودي موجوده في شمال قاره امريكا الجنوبيه. يبقى 3 دول بيتركز فيها السكان في قاره امريكا الجنوبيه: البرازيل رقم 1، 2 الارجنتين، 3 جويانا ترتيبا على حسب نسبتهم: 50% البرازيل، 40% الارجنتين، حوالي 1,000,000 نسمة في دولة جويانا، وممكن يقلوا عن هذا. آخر قارة بتكلم فيها هي قارة أستراليا أو الأوقيانوسية. قارة أستراليا بالنسبة لهذه القارة أين يتركز وأين يقل السكان؟ بيتركز السكان في قارة أستراليا في السواحل الشرقية. السواحل الشرقية طيب زي إيه؟ لما يجي يسألني سؤال بما تفسر، يتركز السكان في السواحل الشرقية لقارة أستراليا. ليه؟ لوجود بعض المدن الكبرى زي سيدني والمناطق الصناعية الكبرى. ويتركز السكان في أماكن آخر من قارة أستراليا في منطقة الجنوب الشرقي. ليه؟ لوجود نهري مري ودارلينج. ووجود نهري مري ودارلينج أدى إلى تكون سهول فيضية خصبة صالحة للزراعة. طيب بيتركز فين السكان تاني في قارة أستراليا؟ بيتركز السكان في بعض الجزر زي جزيرة نيوزيلندا الشمالية أو الجنوبية، وجزيرة تسمى جزيرة سولومون ودي في شمال قارة أستراليا. يقل السكان فين؟ يقل السكان في الوسط والغرب. زي ما خدت التضاريس، هذا الدرس بيعتمد اعتماد كلي على مذاكرة الدرس التضاريس. يقل السكان في قارة أستراليا في الوسط والغرب. ليه؟ لسيادة الظروف الصحراوية أو انتشار النطاق الصحراوي. بيقل فين تاني؟ بيقل في شمال القارة. أنا خدت إن في شمال القارة في غابات موسمية ومدارية. يبقى لما يجي يسألني يقول لي بما تفسر يقل السكان ليه في شمال قارة أستراليا، هقول بسبب وجود الغابات الموسمية وحشائش السفن. وبكده أعزائي الطلبة نكون خلصنا درس توزيع السكان. اللي يهمني في الدرس أعرف الأماكن اللي بتقل والأماكن اللي بتزيد، وأنا بذاكر عيني على الخريطة وحددها هي بتقل فين وبتزيد فين. شكرا ليكم أعزائي الطلبة، ومع درس آخر هنلتقي بيه في حلقات أخرى إن شاء الله من دروس الجغرافيا. إلى اللقاء.